إلى مصر، حيث نشرت صحيفة الوطن أخطر خطة لجماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى إشعال الفوضى في الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير بهدف العودة إلى قبل 30 من يونيو. جاءت خطة الإخوان التي وضعت في نوفمبر الماضي تحت اسم تحرير وتمكين والمحافظة على الإرادة الشعبية لتدخل حيز التنفيذ في 4 من يناير المقبل ضمن مسيرات طويلة في المحافظات المصرية. الخطة شملت أيضا مسيرات تمتد من 20 حتى 24 من يناير المقبل. وفي حال أنه لم يتم الاستجابة لمطالب الإخوان سيتم إشعال الحرائق واقتحام السفارات لإرهاق الأجهزة الأمنية. كما تهدف الخطة إلى القبض على الرئيس عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والسيطرة على الصحف وخصوصا اليوم السابع ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتشكيل محاكم ثورية لمعارضي الإخوان، وإعلان حالة عصيان مدني. وبالإضافة لتهم إلى خبر ذي صلة، بالإضافة إلى تهم التخابر والإرهاب، أحال القضاء المصري الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع والداعية المصري يوسف القرضاوي و128 آخرين بينهم أعضاء في حزب الله وحماس، أحيلوا جميعا إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. ورغم كل المصاعب، فصل جديد من فصول القضايا والتهم التي يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي يفتح فيتصدره عنوان عريض هو الهروب من سجن وادي النطرون. قضية قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين فيها وهم محمد مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحركة حماس إلى محكمة الجنايات لتبدأ فصول محاكمة الرئيس المعزول بتهمة جديدة ضمن لائحة طويلة من التهم والقضايا التي يواجهها. قضية الهروب من سجن وادي النطرون تعود أحداثها إلى ثورة 25 من يناير، حين استيقظ المصريون على نبأ اقتحام مسلحين مجهولين عددا من السجون التي تضم سجناء سياسيين، ما تسبب في هروب الآلاف من السجناء من سجن وادي النطرون وسجون أخرى، مستغلين حالة الفوضى والانفلات الأمني التي سادت مصر جراء خروج تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان القيادي الإخواني وقتها محمد مرسي أحد هؤلاء الفارين من السجن. كشفت تحقيقات المحكمة في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوع الهروب من سجن وادي النطرون. هذه الحادثة التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول المتورطين فيها، أكدت تحقيقات النيابة فيما بعد أن التخطيط لها تم بالاتفاق والتعاون بين قيادات من جماعة الإخوان في مصر وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، حيث تسللت مجموعات من حماس داخل الأراضي المصرية يوم 28 من يناير 2011 عبر الأنفاق لينفذوا في اليوم التالي عملية اقتحام برشاشات وأسلحة ثقيلة للسجون التي تضم عناصر فلسطينيين وآخرين ينتمون لحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عناصر من جماعة الإخوان. قضايا وتهم تتوالى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي فيها، ما يطرح العديد من الأسئلة حول ما سينتهي إليه مصير رجل فر من خلف القضبان ليحكم مصر عاما واحدا ليعود بعده إلى خلف القضبان من جديد. علياء عز الدين، العربية.